غضب النبي صلى الله عليه وسلم. قيل ورفع يده إلى السماء وقال: اللهم سلط عليه كلبا من كلابك. لما علم أبو لهب هذا الدعاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم خاف على ابنه عتيبة من إجابة دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو وأهل مكة جميعا يعلمون صدق رسول الله ومقامه عند الله عز وجل، فخاف أن يستجيب الله تعالى دعاء رسوله صلى الله عليه وسلم، وكأنه موقن أنه لا محالة واقع بابنه عتيبة. خرج ابنه عتيبة في سفر إلى الشام لتجارته، وكان معه 15 رجلا من قريش، فقرروا أن يستريحوا في واد يسمى وادي القاصرة، فاستراحوا هناك بمكان بجوار بيت راهب، وكان هذا الراهب نصرانيا. فلما رأى القرشيين يستريحوا جاء وأنذرهم وقال: إن هذا الوادي مسبع، أي مليء بالأسود والنمور. فلما سمع عتيبة كلام الراهب خاف وتذكر دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه، فقال للقوم: يا قوم، أريد أن أنام في وسطكم. أو قال أبو لهب للقوم: اجعلوا عتيبة في وسطكم، أي حافظوا عليه واحموه من السباع والذئاب، لأني أخاف من دعوة محمد. فقالوا: نم في وسطنا ونحن نحرسك، ولا تفكر في كلام محمد صلى الله على محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان من بين هؤلاء الرجال الصحابي هبار رضي الله عنه، قال في هذا المشهد: لما نمنا شعرنا بأسد يشم رائحتنا، وكأنه يبحث عن أحد معين، والكل خائف، ولم يتكلم واحد، لا حراك ولا صوت ولا نفس. ظل الأسد يمشي إلى أن وصل إلى فراش عتيبة، فرفع عنه الفراش بمخالبه، ثم طعنه طعنة قاتلة، فخرج عتيبة وقال: يا قوم، قتلتني دعوة محمد. ومات عتيبة. فكان النبي محمد صلى الله عليه وسلم كلما اجتمع بالناس يدعوهم إلى الله عز وجل وحده لا شريك له، يدعوهم إلى الإسلام. كان أبو لهب يقول: دعوه فإنه صابئ كذاب، دعوه فأنا عمه وأعلم الناس به. وزوج أبي لهب أم جميل كأن عقلها لم يتحمل ما أنزله الله عز وجل في سورة المسد من وعيد لها ولزوجها وأنهما في النار، فخرجت تبحث عن رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. قيل في رواية: وهي تحمل صخرة لتلقيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقتله، فرأت من بعيد أبا بكر وكان معه أحد عند الكعبة، فقالت: لا بد أنه محمد. فرآها أبو بكر ومعها الصخرة، فقال رأفة بالنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، لو تنحيت قليلا حتى لا تؤذيك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، إنه سيحال بيني وبينها وإنها لن تراني. جاءت أم جميل إلى أبي بكر وقالت: إن صاحبك هجانا وسبنا في قرآنه. فقال أبو بكر رضي الله عنه: لا ورب الكعبة، فما هو شاعر ولا نطق به، فالهجاء والسب من الأشعار، وقرآن الله منزه عن هذا. فنظرت أم جميل بجوار أبي بكر تبحث عن رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، والصخرة بين يديها، فلم تره أم جميل، فقالت: لو وجدته لضربته بهذا. وذهبت، فاستغرب أبو بكر وقال: أما تراك يا رسول الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، ما زال ملك يسترني حتى ولت. وفي يوم ذهبت أم جميل لتحمل الحطب وتضعه أمام النبي صلى الله عليه وسلم، فجلست تستريح من تلك الحزمة وهي رأسها، فسقطت إلى الخلف، فتعلق الحبل في رقبتها وخنقها، فماتت خنقا. وظل أبو لهب عليه من الله ما يستحق، ظل يؤذي النبي محمدا صلى الله عليه وسلم حتى هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يثرب. وأتت في هذا الوقت أول غزوة للمسلمين، وهي غزوة بدر. وبدأ المشركون يتجهزون لهذه الغزوة، ولكن خاف أبو لهب وجبن، لأنه كان يسمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتوعده بالموت، فكان يخاف أن يشارك في هذه المعركة، لأنه يعلم أنه سيقتل.
ولم يشارك أبو لهب في هذه المعركة، وجهز بدلا منه رجلا ب4,000 درهم، فكان الرجل هو العاص بن هشام. دارت المعركة وأبو لهب في مكة، ولكنه أصيب بمرض يقال له مرض العدسة، فكان هذا المرض يفصل الجلد عن العظم، وكان مرضا معديا. فكان أبو لهب من يوم الغزوة حتى 7 أيام بعدها يتعذب بهذا المرض، وكان الجميع يخاف أن يقترب منه حتى أبناؤه تركوه. وفي اليوم 7 بعد الغزوة مات أبو لهب على فراشه، وما اقترب منه أحد حتى أبناؤه رفضوا دفنه، فظل 3 أيام حتى بدأ يتعفن. فجاء رجل من كبار قريش إلى أبناء أبي لهب وقال: أما تستحيوا؟ أبوكم قد أنتن في البيت وأنتم لم تدفنوه بعد. فقالوا: إنا لا نقربه، إنا نخاف هذه القرحة وأن نعدى منه. فقال الرجل: سأدفنه معكم. وبدأوا يرمون الماء على جثته من بعيد، وبدأوا يحركوه بألواح خشب من بعيد، وهذا قمة في الذل، حتى بعد موته، حتى أوصلوه إلى جدار في مكة، فوضعوه تحت الجدار وهدموا الجدار عليه، وانتهى عداء أبي لهب لرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم.